هلا بنات، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. تعالوا وياي خلينا نسوي ديكور بسيط للكريسماس لغرفتي. أول شي جبت هاي الخشبة ورسمت عليها هيج مثل البيوت. كلش عجبتني هاي الفكرة، شفتها عند الأجانب وكلش حبيتها. بعدين أخويا بالكوسة قطع الخشبة بهالشكل هذا. طبعا تقدرون يعني تستخدمون كرتون، مو شرط خشب. حتى الأجانب نفس الحالة، يعني مو شرط يستخدمون خشب، إنما يستخدمون كرتون. وهسه بنات هذا صار شكلها. هسه جبت رسمت عليها نقوشات مثل ما تشوفون، وهسه راح ابلش الونهم بلون ابيض. تجيبون اي صبغ ابيض موجود عندكم، بنتلايز ما اعرف ايش، اي صبغ، حتى لو صبغ ظافر، اذا كلش ما عندكم صبغ جيب صبغ ظافر ابيض. واذا ما عندكم صبغ تقدرون تستخدمون هذا القلم مال الحبر الابيض، بس الافضل انه يعني صبغ، اي صبغ موجود عندكم. وتجيبوا فرشة ناعمة مال رسم، إذا ما عندكم فرشة مال رسم تقدرون تستخدمون فرشة مال مكياج تكون كلش ناعمة. يعني هم فرش المكياج ترى كلش زينات بالرسم، حتى أحسن من فرش الرسم. وهنا راح أبلش ألون يعني النقوشات اللي رسمتهن. طبعا مو شرط النقوشات تسووها كلش عدلة، لأنه حتى الأجانب اللي هو هاي يبيعون منها جاهز، يعني مو بس هم يسووها بالبيت، لا يبيعون منها. حتى اللي يبيعوها هماتين ما جاية عدلة، يعني الرسومات مالتها ما تجي عدلة، تجي مخربطة وما اعرف ايش، يعني مبينة رسومات مال ايد. فهي حلوة، يعني برسوماتها المخربطة هي حلوة. بس مع هذا انا راح احاول انه ارسم قدر الامكان يعني خطوط حلوة عدلة. بس باعولي الجمال، يعني لوحة فنية تجنن، صارت كلش حلوة. عبالك بسكت ما ادري، بس تخيلتها بسكت عبالك. فكلش حبيتها، كلش حلوة. وهسه راح اسوي فيونكات لشجرة الكريسماس. طبعا اكتشفت انه الفيونكات تنطي الشجرة فد جمالية مو طبيعية، وتخليها تبين هيجي يعني فخمة وحلوة. المهم راح احتاج هذا الشريط، هذا اشتريته يعني. هذا الشريط يكون الحافة مالته، الحواف مالته بيها سيم، على مود يسهل عليكم انه تسوون بيه فيونكات. وتقدرون تستخدمون اي شريط ثاني عادي، يعني بيت اهلي استخدمنا شريط ستن عادي. وطبعا هذا اشتريته وطلع قليل كلش، وبنفس الوقت يذب جليتر، يعني هذا يذب جليتر احمر بحيث المكان ينترس جليتر احمر. فلذلك ما انصحكم بيه، انصحكم انه تاخذون نفس هذا الشريط موجود بالبالة. اذا لقيتوه بالبالة اخذوه، يصير الشريط والحافة مالته بيها سيم. فانصحكم كلش انه تاخذوه من البالة، لا تشتروه جاهز، لانه الجاهز يذب جليتر هواية. وراح احتاج الى هذا السيم. طبعا هذا السيم اذا ما عندكم تقدرون تستخدمون شريط او اي شي. شوفوها هاي البكرة، تخيلتها انه حتطلع بيها كمية كبيرة من الشريط، بس طلع كلش قليل، يا دوب حيصير 5 فيونكات. وهنا راح ابلش اسوي فيونكات بهالشكل هذا. طبعا وحدة تكون طويلة تقريبا 30 سنتيم، والشريط الاخر يكون قصير تقريبا 15 سنتيم، يعني بهالحدود. وهذا السيم هواية راح يسهل علي شغل، يعني اسهل من الشريط والخياط وهاي السوالف. وهسه راح افتح الشجرة. تخيلوا انه هاي الشجرة راحت زارت كربلاء ورجعت، لانه هاي الشجرة اختي جابت لي اياها هدية. فذاك اليوم من رحنا لكربلاء مرينا على اختي، فاخذت من عندها الشجرة ورحنا لكربلاء، فهاي الشجرة زارت كربلاء. المهم فهنا بلشت افتح الشجرة.
وبس حبايبي هذا الشكل النهائي للديكور، يعني شي بسيط وحلو تغيير. وهنا خليت هاي البيوت، وخلوني اشوفكم هذا الديكور بالحقيقة احلى بكومة، يعني التصوير والله ظالمة. وحبيت احكي لكم انه من زمان ردت اصور لكم الغرفة، بس كان بيها بضاعة، يعني بضاعة مالتي ومال زوجي مخليها بالغرفة، ما عندنا غير مكان، فالغرفة كانت هوسة وبيها البضاعة، فلذلك ما قدرت اصورها. وهو الى الان اكو بعد عندنا جزء من البضاعة موجودة بالغرفة، بس يعني كلها صفطتها رتبتها على جهة وفرغت باقي الغرفة. المهم فخلوني اخذكم جولة سريعة بالغرفة. هنا الميز التواليت مالتي، بصراحة احس ميز التواليت كلش ممل، ما ادري يجوز لانه صار فترة طويلة ما مغيرته فتعودت على شكله مثل ما هو. هاي اشرب بيها مي، شكلها كلش كيوت وحلو. وذاك الباب اللي يوديني للمطبخ مالتي. وهاي الغرفة يعني باقي الغرفة. وهناك مخليني التلفزيون. وهنا البردة مالتي غيرتها، خليت بردة مكتبية، قبل كانت تختلف بس بصراحة مليت يعني فغيرتها. وباقي الغرفة بيها بضاعة فما راح اصورها. المهم فهذا كان ترتيب الكريسماس. تعرفون يعني كلش احب الترتيب مال الكريسماس والاجواء والشتاء والصوبة والمطر، كلش احب هيج. فالحمد لله والشكر يعني انه عايشين حتى نعيش هاي اللحظات الحلوة. بس حبايبي وصلنا الى نهاية الفيديو، اشوفكم بفيديو جديد، مع الف سلامة.